مصرع دراكي وإصابة عنصرين بسبب سيول جارفة ضواحي زاغورا. وإلى التفاصيل: لقي دراكي مصرع وأصيب عنصرين اثنين يوم أمس الجمعة بأحد دواوير إقليم زاغورا بعد أن جرفتهم سيول الأمطار التي شهدتها المنطقة. ووفق مصادر مطلعة فإن السيول جرفت سيارة رباعية الدفع تابعة للدرك الملكي كانت متجهة نحو أحد الدواوير نواحي زاغورا من أجل إغاثة عائلة من البدو الرحل حاصرتها الثلوج، قبل أن يؤدي فيضان الوادي إلى جرف السيارة السالفة الذكر، حيث أسفر الحادث عن وفاة الراقب الأول وفقدان سلاح وظيفي وكاميرا، بالإضافة إلى 3 هواتف محمولة، فيما نجا كل من قائد المركز الترابي رفقة 2 من مساعديه وموظف جماعي. وذكرت المصادر أن السلطات العمومية سخرت كل الإمكانيات من أجل إنقاذ جميع الغارقين، لكن الظروف المناخية وصعوبة التضاريس لم تكن لصالح فرق التدخل. هذا وقد تم نقل الجرحى إلى المستشفى الإقليمي بزاغورا لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم نقل جثة الفقيد لجناح الأموات.